في صعيد مصر وتحديدا على أطراف الصحراء، كان في قرية محدش يعرف عنها حاجة خالص. قرية اتشالت من على الخريطة من سنين طويلة جدا، بس الناس في القرى اللي حواليها بيقولوا عليها قرية الأشباح، وبيقسموا إن اللي بيدخلها عمره ما بيرجع تاني مهما حصل. يوسف كان شاب مغامر وصحفي صغير، سمع الحكاية بالصدفة من راجل عجوز في قهوة بلدي. العجوز قاله: يا ابني ما تدخلش هناك، القرية دي ملعونة، الأرواح لسه عايشة جوه بيوتها مستنية أي حد غريب يعدي. لكن يوسف فضوله كان أكبر من خوفه، وقال لنفسه: القصص دي كلها خرافات، يمكن ألاقي هناك سبق صحفي يغير حياتي كلها. ركب العربية القديمة بتاعته وسلك طريق ترابي مهجور في نص الليل، والريح بتصرخ حواليه كأنها أصوات بشر. الطريق ضلمة، بس القمر كان بينور له الطريق بشعاع باهت. بعد ساعات وصل قدام مدخل القرية، ولقى يافطة خشبية مكتوب عليها: قرية وادي الجن 1923. وقف يوسف متردد، بس قرر يدخل. أول ما حط رجله جوه حس بحاجة غريبة، الهوا تقيل وكأن المكان بيراقبه. البيوت كلها مهدودة، الشبابيك مفتوحة على ضلمة جواها كأنها عيون بتبص عليه، والطرقات فاضية، لكن كان سامع وشوشات خافتة كأن القرية بتتنفس. قلبه بدأ يدق بسرعة، بس كمل وهو ماسك الكاميرا علشان يصور. أول ما رفع الكاميرا على بيت، كان بيت كبير في نص القرية. العدسة بتاعت الكاميرا اتشبعت بضباب، ولما مسحها وركز شاف ظل إنسان واقف ورا الشباك بيراقبه. يوسف جري ناحية البيت، فتح الباب اللي كان فيه حد بيبص منه، بس البيت كان فاضي، بس فيه ريحة عفن خنقته، والأرض مليانة تراب قديم. فجأة الباب اتقفل وراه بقوة. يوسف اتجمد مكانه والكاميرا وقعت من ايده. لما مد ايده عشان يشيلها لقى ايد تانية باردة حطت ايديها على الكاميرا قبل ما يلمسها. رفع راسه ببطء ولقى ست عجوزة هدومها سودة عينيها بيضة واقفة قدامه، وقالت بصوت مش طبيعي: اهلا بالغريب، انت اتأخرت علينا كتير. يوسف كان واقف قدام الست العجوزة، قلبه بيخبط كأنه هيكسر ضلوعه. هي مبتحركش غير شفايفها، وصوتها كان غريب كأنه جاي من جدران البيت، مش من بقها. قال لها يوسف بصوت بيرتعش: انتي مين؟ ابتسمت ابتسامة بطيئة وأسنانها كانت سودة ومكسرة، وقالت: أنا من العيلة، وانت لسه هتعرف قصتنا. قبل ما يوسف يلحق يرد، النور في البيت ولع فجأة، بس مش كهربا، لكن لمبات جاز قديمة جدا. البيت ما كانش فاضي زي ما شاف أول مرة، لا، البيت كان مليان ناس، رجالة وستات لابسين جلاليب قديمة جدا، قاعدين في الصالة حوالين سفرة خشب كبيرة، وكلهم ساكتين وبصين على يوسف عينين بيضة ومش طبيعية. يوسف اتراجع خطوة لورا، بس العجوزة مسكته من ايده وقالت له: اتفضل، الضيوف لازم ياكلوا معانا. السفرة كانت مليانة أطباق، بس الأكل كان متعفن، في لحوم سودة جدا وخبز ناشف جدا زي الحجر وريحته وحشة. ومع ذلك كل الموجودين بدأوا ياكلوا بشراهة،
أصوات مضغهم كانت عالية جدا، والدم بينزل من جوانب بقه. يوسف حاول يصرخ ويقول سيبوني أخرج، لكن صوته مطلعش. حس إن في قوة بتخليه يقعد معاهم. العجوزة قربت منه وقالت: انت فاكر نفسك أول غريب يدخل القرية؟ لا يا حبيبي، كل اللي دخلوا قبل كده قاعدين قدامك على الترابيزة، ودي بقى وانت دلوقتي بقيت واحد مننا. يوسف نزل منه عرق غزير جدا، وايده بدأت ترتعش. حاول يفتح الكاميرا علشان يوثق اللي بيحصل، بس اول ما بص في الشاشة شاف حاجة صادمة. هو ما كانش قاعد على الكرسي، لا كان واقف ورا السفرة، واحد من الاشباح لابس جلابية قديمة وعينيه بيضة زيهم. الكاميرا وقعت تاني، والاصوات حواليه اتغيرت لصوت واحد ومتكرر ومرعب جدا: انت دلوقتي واحد من العيلة. وفجأة كل حاجة سكتت، ولقى نفسه واقف قدام البيت من بره في الشارع المظلم. بس المرة دي كان سمع أصوات جواه، أصواتهم جوه دماغه. وبعد ما يوسف لقى نفسه واقف في الشارع، كان نفسه يصدق ان كل اللي حصل حواليه ده مجرد وهم. بس لما رفع الكاميرا لقى صور غريبة عليها. شاف صورته وهو قاعد وسط العيلة اللي لسه شايفهم، وعينيه بيضة زيهم. قرر انه يمشي بسرعة من القرية، لكن الطرق كلها كانت بتلف وترجعه لنفس المكان. ساحة كبيرة في النص فيها بيوت قديمة حوالين بعض. كل مرة يمشي في اتجاه يلاقي نفسه راجع لنفس الساحة. وفجأة باب بيت من البيوت اتفتح من غير ما حد يلمسه. البيت كان صغير، بس الحيطان من بره متشققة، وسقف نصه واقع من جوه. نور احمر باهت بيخرج كأنه دمعة بتنزف. كل ده جوه البيت. يوسف اتردد، بس حاجة جوه دفعته يدخل. اول ما دخل لقى الحيطان من جوه متلونة بالدم، دم ناشف متجمد على الطوب. وفي نص الأوضة في سرير خشب قديم مربوط عليه شخص. قرب يوسف وهو بيرتعش، لقى جثة راجل لابس عباية قديمة، عينه مفتوحة بس من غير أي حياة، ووشه مليان جروح. لكن المفاجأة إن الجثة دي بدأت تتحرك. فتح بقه بصوت متقطع وقال: ارجع ارجع قبل ما تبقى واحد مننا، العيلة مش هتسيبك. يوسف وقع على الأرض من الرعب، والجثة بدأت تشد السلاسل اللي مربوطة بيها كأنها عايزة تتحرر. وفجأة دم نازل من السقف وقع على وش يوسف، وكان سخن كأنه لسه طالع حالا من جسم بني آدم. بص لفوق لقى أجسام متعلقة في السقف متدلية بسلاسل، وكلهم عيونهم مفتوحة وبص عليه. وبصوت واحد صرخوا: انت اخترت الطريق، دلوقتي لازم تكمل. يوسف جري وخرج من البيت بسرعة جدا وهو بيصرخ. لكن أول ما رجع للساحة لقى إن باب بيت تاني اتفتح، والضلمة جواه كأنها بتناديه. يوسف وقف قدام البيت اللي فتح ده لوحده. كان بيت صغير ومبني من طوب أبيض باهت، بس الشبابيك مقفولة بخشب قديم متآكل، وريحة عفن طالعة منه. ومع ذلك كان في صوت خفيف جاي من جوه، صوت ضحك أطفال. قرب يوسف بحذر، وإيده المرتعشة فتحت الباب.
البيت من جوه ما كانش زي ما متوقع خالص. الأرض كلها مليانة لعب قديمة، عرايس خشب، كور قماش، ومراجيح صغيرة مصدية. لكن اللعبة شدت نظره. كانت عروسة قماش متبهدلة، عينيها مخيطة بخيط اسود وايديها متقطعة. فجأة العروسة وقعت لوحدها على الأرض. وقتها الأصوات رجعت، ضحك أطفال بس عالي أكتر بيقرب. يوسف مسك الكاميرا وبص في الشاشة ولقى حاجة تقشعر لها الأبدان. الأوضة اللي واقف فيها ما كانش فيها لعب، كانت مليانة أجسام أطفال قاعدين على الأرض وعيونهم سودة وظهرهم محني، وكلهم بيبصوا عليه بابتسامة مرعبة. واحد من الأطفال قام وقرب له وقال له بصوت مخنوق: احنا كنا بنلعب هنا زمان لحد ما حبسونا ومحدش رجع فتح لنا الباب تاني. وفجأة كل الأطفال بدأوا يتحركوا ناحية يوسف، خطواتهم بتعمل صوت زي سحب سلاسل. واحد فيهم كان ماسك نفس العروسة اللي وقعت وقال له: انت جيت تلعب معانا؟ يوسف رجع لورا بسرعة ووقع على عربية لعبة صغيرة، بس العربية اتحركت لوحدها وفضلت تلف حواليه وكأن حد زقها عليه. الأصوات اتغيرت، الضحك بقى صريخ، والأطفال جريوا ناحيته وعينيهم منورة في الضلمة. يوسف جري بأقصى سرعة وخرج من البيت وهو بينهق. ولما رجع للساحة لقى البيت اللي دخل فيه من شوية اختفى تماما. كان مكانه فاضي كأن ما كانش موجود أصلا. لكن في حاجة غريبة، ايده كانت ماسكة العروسة اللي شافها جوه، رغم انه ما اخدهاش، والعروسة دي اصلا ما جاتش في ايده. وهي في ايده بدأت تضحك ضحكة صغيرة مكتومة. يوسف وهو واقف في نص الساحة، العروسة لسه في ايده بتضحك ضحكات صغيرة ومرعوب ومرعبة جدا. وفجأة باب بيت تالت اتفتح، لكن البيت ده كان مختلف. حجارة سودة وشبابيكه مقفولة بقضبان حديد، والبيت محفور عليه رموز كأنها طلاسم. أول ما دخل حس إن الجو اتغير، بقى أبرد شوية والهوا تقيل لدرجة إنه حس إنه مش قادر يتنفس خالص. البيت من جوه كان شبه مقبرة، تماثيل حجرية مرصوصة على الجنبين كلها وشوش مشوهة، وفي النص في قبر كبير مفتوح. يوسف قرب من القبر وهو بيرتعش، والكاميرا في ايده بتنقل صورة اوضح من الحقيقة. وقتها شاف المشهد اللي جمد الدم في عروقه. القبر مش فاضي، لا بالعكس، ده كان مليان جثث سكان القرية مرصوصين فوق بعض كأنهم اتدفنوا وهم لسه عايشين. واحد من الجثث رفع راسه وقال بصوت متقطع: احنا محبوسين هنا عشان خطايانا، انت دلوقتي بقيت جزء مننا. الارض بدأت تهتز والتماثيل الحجرية اتحركت، عيونها نورت بلون احمر وبدأت تضحك ضحك شيطاني غريب ومريب. يوسف حاول يجري، لكن الباب اللي دخل منه اتقفل. وفجأة ظهر راجل واقف قدام القبر لابس عباية سودة طويلة ووشه متغطي. صوته كان عميق وهو بيقول: اللي يدخل بيت المقبرة ملوش رجوع، انت اخترت تشوف اسرار القرية، والسر الاخير هو انك عمرك ما هتخرج. يوسف حاول يصرخ، لكن العروسة اللي في ايده بصت له بعينيها المتخيطة وقالت بصوت طفولي:
دلوقتي بقيت واحد من ولاد القرية. التماثيل كلها اتحركت مرة واحدة وبدأت تقفل عليه دايرة حوالين القبر، وكل ما يقرب الضلمة كانت بتبلعه أكتر. وفي اللحظة دي الكاميرا اللي في ايده وقعت على الأرض وعدستها سجلت آخر مشهد. ايدين كتير سودة خارجة من القبر بتسحب يوسف جوه، وهو بيصرخ صرخة محدش سمعها برا القرية أبدا. مرت أيام بعد ما يوسف اختفى، الكاميرا اللي وقعت منه اتلقت بعدين في سوق شعبي. واحد كان بيبيعها على انها كاميرا قديمة نادرة جدا، من غير ما يعرف انها شايلة جواها اسرار مرعبة. اللي اشتراها كان شاب اسمه شريف، هاوي تصوير زي يوسف بالظبط. رجع بيها البيت وقرر يجربها. اول ما شغلها لقى فيها صور مش مفهومة، شوارع ضبابية، بيوت مقفولة، وتماثيل حجرية واقفة كأنها عايشة. وفي آخر الصور كان في لقطة واضحة ليوسف واقف وسط ساحة القرية، لكن وشه متغير، عينه سودة وإيده ماسكة العروسة اللي بتضحك. شريف ضحك وقال لنفسه أكيد دي صور معمولة بالفوتوشوب، بس غريبة فعلا. لكن الغرابة موقفتش هنا. من يومها بدأت تحصل حاجات غريبة في بيته. الأبواب تتقفل لوحدها، ريحة عفن مالية الأوضة، وأصوات ضحك أطفال في نص الليل. وفي ليلة معينة وهو بيبص في الكاميرا لقى صورة جديدة اتصورت لوحدها، صورة شقته، بس واقف فيها وهو نفسه وهو نايم على السرير، وكان وراه في الضلمة يوسف كان واقف ومبتسم. شريف ساعتها وقع الكاميرا على الأرض، لكن الكاميرا فضلت شغالة وسجلت آخر حاجة. شريف بيتسحب من سريره، عينيه مفتوحة على الآخر، وصوت ضحك العروسة مالي المكان. ومن اليوم ده شريف هو كمان اختفى، لكن الكاميرا رجعت تاني السوق لحد ما تقع في ايد حد جديد. والأغرب ان اي حد مسك الكاميرا دي بعد ايام قليلة جدا بيختفي. وبيفضل السؤال اللي ملوش اجابة، هل قرية الاشباح دي موجودة فعلا، ولا الكاميرا هي البوابة الوحيدة اللي بتوصلك للقرية المرعبة دي؟